السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخنا مطبخ الماسة. النهاردة جاية لكم هعمل لكم تورتة على شكل قلب. التورتاية دي بخصوص عيد ميلاد بنتي. كملت اللهم بارك 4 سنين ما شاء الله. ربنا يبارك لي فيها. عايزاكم دعوة من قلبكم تدعوا لها، وكل اللي يدخل الفيديو ويشوف الفيديو يقول لها كل سنة وانت طيبة يا ماسة. شايفين دي التورتايه بتاعتها. هي طلبت مني اعمل لها تورتايه وانا طبعا ما اقدرش اتاخر عنها. عملت لها تورتايه على شكل قلب. كان نفسي اعمل لها تورتايه على شكل ماسه على اسمها. شايفين دي شكل التورتايه، تورتايه على قدي. يا رب تتابعوا معايا الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسينيش باللايك وشير وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من اشعاراتي. ويلا نبدأ مع بعض، وهنقول مع بعض المقادير واحدة واحدة. معانا نص كيلو من دقيق الاسبونج، انا مقسماه على نصين 250 جرام، واللي في الكيس ده 250 جرام. معانا كمان فانيليا، ومعانا محسن جل. هقول لكم ليه هنستخدم محسن الجل. معانا ربع كوبايه ميه، ده هنستعملها في الجزء الاولاني وهنستعمل ربع تاني دلوقتي. هنستعمل كمان دول 7 بيضات. تابعي معايا واحده واحده. اول حاجه هنعمل الجزء الفانيليا. هنبدا مع بعض نعمل جزء الفانيليا. هنبدأ دلوقتي نجيب بولة فاضية عشان نجهز فيها النص الفانيليا. اللي لسه اول مرة يتابعني وما حطليش لايك ينزل يحط لايك ويفعل لي زر الجرس. ضفنا دلوقتي ربع كيلو من الدقيق الاسبونج. هنضيف عليهم 3 بيضات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، بس حاولي وانتي بتجيبي البيض يكون حجمه كبير شوية. معلش ده الستاند بتاع اللي كان عليه التليفون، كان الدنيا هتتقلب دلوقتي الحمد لله. هنكمل ان احنا ننزل البيض. انا ليه بقسم الخليط بتاعي لنصين مش بعمله؟ هو كده كده حتى لو هتعملي نوع واحد يعني فانيليا بس او شوكولاتة بس، حاولي تعملي كل ربع لوحده، هيزود لك كثافة الخليط بتاعك وهتطلع الكيك عالي جدا. احنا حطينا دلوقتي ربع كوباية من المية الفترة العادية جدا من الفلتر او من الحنفية. ضفنا عليهم غطا الفانيليا ده او معلقة صغيرة. هنضيف كمان دلوقتي محسن الجل. انا ليه ضفت محسن الجل؟ انا جربتها قبل كده من غير محسن جل، لا بتبقى حلوة بس مش احسن حاجة، ما بتعلاش العلو اللي انا عايزاه. هتشوفيها ما شاء الله ما شاء الله في الاخر وهي عالية جدا وهشة جدا وطرية جدا وخفيفة، بسبب معلقة الصغيرة اللي هحطها دلوقتي من محسن الجل. هي معلقة شاي صغيرة بس اللي بنضيفها. خدي بالك المحسن الجل لازم يكون لون، عارفة الفازلين لازم يكون لونه، لو لقيتيه لونه فاتح وشفاف كده يعني ده كده تبقى بايظ مش كويس، ما تستعمليهوش. انما لازم يكون لونه زي ما انت شايفة كده. هنبدأ دلوقتي نقلب مقاديرنا كلها، بس حاولي تدوبي الاول عشان الدقيق ما يطرش في كل مكان. دوبي قبل ما تشغلي المضرب. هنضرب حوالي 10 دقايق او 8 دقايق لحد ما الخليط بتاعنا يتضاعف ويبقى كريمي ولونه بيلمع جدا وفتح قوي. اعرفي ان هو كده انت وصلت للقوام المطلوب.
يبقى هو كده خلاص خلص. مفروض الضرب متواصل بالمضرب، بس طبعا ده مستحيل ان احنا نقدر نعمل حاجة زي كده. المضرب ممكن لا قدر الله يتحرق. فمن وقت للتاني افصلي ريحيه. ده شكله زي ما بقولك، ما شاء الله ما شاء الله. اللمعة اللي فيه. ده دقيق سبونش المتحدة. انا جايبه النص كيلو ب20 جنيه. انا مش عارفه، حاسه ان هو قليل جدا لان انا عارفه ان الدقيق غلي، بس انا فعلا شارياه بالنص كيلو ب20 جنيه. والربع كيلو من كريم شانتيه المتحدة جايباه ب45 جنيه. قولولي الاسعار عندكم عاملة ايه. انا عارفة ان الاسعار كلها في زيادة، ربنا يعيننا على الاسعار اللي موجودة. وال المحسن الجل انا جايبة الكيس اللي انتوا شايفينه ده ب5 جنيه. انا بقول لكم الاسعار اللي اتكلفت بيها التورتايه عندي. هنجيب دلوقتي الحلة بتاعتي دي، ده حلة خاصة بالتورت. ده مقاس 24. حطيت بالسباتولا كده من الخليط بتاع التورتايه الكيكايه عشان اثبت بيها الورق اللي معايا ده. ده مش ورق زبدة، ده ورق حواوشي بس مستورد. انا مش عارفه، هو تقريبا الكيلو فيه ب40 جنيه او اقل من كده. مش فاكره بصراحه، مش قادره اتذكر بالظبط انا جايباه بكام. هو ارخص كتير من ورق الزبده. هنثبت القاعده في ارضيه الحله، وبعد كده هنرفع الجوانب، هنثبتها برضو بالكريمه بتاعتنا بالخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. موضوع سهل جدا. هو بس هيبقى مشكلة في الأول اللي لسه الأول مرة يتعامل مع التورت. أنا في الأول على فكرة كان الموضوع بالنسبة لي صعب جدا. بس واحدة واحدة ايدي كما تتعود هيبقى الموضوع سهل قوي. هنفضي دلوقتي الخليط الفانيليا، نص الفانيليا بتاعتنا، ونبدأ نظبط الخليط، نسويه بحيث ان احنا لما ننزل النص التاني بتاع الشوكولاتة يبقى مظبوط، ما يحصلش تداخل في بعضه، الكريمة والفانيليا مع الفانيليا والشوكولاتة مع بعضها في نفس البولة. مش هنغسلها ولا حاجة. هننزل النص التاني من الدقيق. انا ضفت معاه معلقة من الكاكاو الخام. انت ممكن تجيبي نص كاكاو سبونج شوكولاتة، بس انا لا، جبت النص على بعضه فانيليا وحطيت معاه معلقة كاكاو خام اسباني. الفرق هنا ان انا زودت 4 بيضات في الفانيليا، كانوا 3 بيضات بس. وحطيت برضو معلقة صغيرة من المحسن الجل، ربع كوباية من المية، معلقة فانيليا، وضربتهم كويس جدا ونزلت الخليط بتاعنا. انا ليه زودت بيضة زيادة؟ لان الكيك الشوكولاتة بالذات ما بيرتفعش بزيادة، او القوام بتاعه ما بيبقاش عالي قوي زي الفانيليا. بس بسم الله ما شاء الله عندي هنا عالة اكتر من الفانيليا. سوينا بس سطح الكيك ودخلناه الفرن. كنت مشغله الفرن على درجة حرارة 180 من اول ما بدأت ضرب الاسبونج، هيقعد معايا في الفرن 45 دقيقة بالظبط. شوفوا اللهم بارك، ده اللي انا بتكلم فيه. شايفين علو التورتايه؟ عملت المنشار بتاعي على مقاس 8. ما شاء الله ما شاء الله. الديسك كان عالي جدا، لو انتي عايزة تقلي عن كده قلي، بس الديسك كان عالي قوي. شلت كمان الطبقة اللي فوق لان بتبقى ناشفة ملهاش لازمة، وكان يفضل انا كان مفروض كمان اشيل الطبقة اللي تحت بتاعة القاعدة من تحت لان كانت ناشفة. هنبدأ دلوقتي نعمل الكريمة. الكريمة بتاعتنا عبارة عن 3/4 كوباية من السكر، بس حاولي تقلليها لان الكريمة كانت مسكرة معايا. خليها نص كوباية من السكر، معلقتين من الكريم شانتيه. انا ليه ضفت الكريم شانتيه؟ عشان يعزز الطعم. البودر، سوري، معلقتين من لبن البودر. معلقتين من اللبن البودر عشان يطعمها لي اكتر، وضربتهم لحد ما داب السكر. وبعد كده ضفت كوبايتين من الكريم شانتيه اللي هم بالظبط ربع كيلو من الكريم شانتيه. خدت نصهم كريمة، وبعد كده النص التاني ضفت عليه معلقة من الكاكاو الخام عشان يبقى كريمة بشوكولاتة.
جبت الديسك بتاعي ده مقاس 30 في 30. بدأت احط الكريمة بتاعتي. ليه انا بحط الكريمة في القاعدة؟ عشان تثبتها لي، ما تتحركش التورتايه ولا تتحرك تقع من على البورد. بدأت اعمل النص الشوكولاتة بالكريمة اللي عليها شوكولاتة، والنص التاني فانيليا. ده بسكوت كسرته، اللي هو الفلوتس، زي الفلوتس ده كسرته وحطيته كمان على الكريمة. انا بسقيها بشربات خفيف. عبارة عن ايه الشربات؟ عبارة عن كوباية ونص سكر، كوباية ونص مية، بغليهم يدوب غلوة واحدة، وبضيف عليهم ليمونة واقفل لحد ما يبردوا، وهحطهم في اي علبة عندك، واسقي بيها التورتايه. في كل ديسك هنعمل نفس الكلام اللي انا قلت عليه. كده جلسنا التورتايه كلها، جلسناها كلها بالسكرابر زي ما انتوا شايفين كده. لازم تمسحي البورد كويس جدا، ما تسيبيش الكريمه تنشف عليها، لان الكريمه لو نشفت عليها مش هتقدري تمسحيها الا لما تجيبي ميه، وهتبهدلي الدنيا. كده انا خدت جزء من الاخر، قطعته زي ما انتوا شايفين كده، حطيته في الاول. عشان كده انا حركت الكيكه بتاعتي على الطرف عشان اقدر اعمل القلب ده، واجي من النص وهقطعه. هبدأ اقفل الجوانب اللي انا شلت منها الكيك، واظبط بقى بالكريمه كلها بالسكرابر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معلش الفيديو هيطول معاكم، بس انا بوضح لكم كل حاجه. جبت السكرابر المشنشر ده، وبدات اعمل التورتايه بتاعتي. هنبدا دلوقتي. خلصنا بالسكرابر المزجزج زي ما انتوا شايفين. بدات احزم التورتايه بتاعتي من تحت بروزيتات كده، ومن فوق كمان بدات اعمل روزيتات. قسمت النص القلب نصين، ونص منهم قسمته نصين كمان. بدأت احط الفلوتس اللي انتوا شايفينه، البسكوت ده والكريسبيات بس الكبيرة. وده عندي كريسبيات لونها اورنج حطيتها، ووزعت كده الشوكليت شيبس على النص التاني. اي شكل انتي او تزيين انتي عايزاه اعمليه. بدأت كمان، على فكرة ما كانش في دماغي اي حاجة، انا بدأت كده دماغي اللي تجيبني اعمله. بدأت اوزع الشوكليت شيبس على جوانب التورتايه، وطلعت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا كنت مقررة بس ان انا هعملها على شكل قلب. يا رب يكون التورتايه بتاعتي شايفينها ما شاء الله حلوة ازاي. هجيبها لكم بقى من جوه وانا بقطعها. طبقاتها عالية جدا ما شاء الله، شايفين طبقاتها عاملة ازاي. هوريها لكم دلوقتي. وبالشكل ده يبقى وصلت لنهاية الفيديو، واستنوني في وصفة جديدة وطبخة جديدة من مطبخنا مطبخ الماسة. وياريت تقولولي رأيكم في الكومنتات على التورتاية، بسيطة جدا على قد ما قدرت اعملها. يا رب تكون عجبتكم. شايفين ما شاء الله كانت عالية فعلا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.